يعني انت لما تبقى طور او بغل او حمار ومحسوب علينا احنا كبشر او كبني ادمين بنفهم وبنميز وعندنا عقل، والحاجة الوحيدة اللي ربنا ميزنا بيها عن بقية الكائنات التانية اللي هم الحيوانات وما إلى ذلك، أنت مش بتستخدمه. أنت بالعكس على فكرة، يعني أنت راكنه وتقريبا بتفكر. أقول لك أنت بتفكر، أنت كده ما بتفكرش أصلا، لأنه حتى الحيوانات للأسف في منها كتير جدا بيفكر. الراجل اللي في الصورة ده يا جماعة اسمه شريف نصار، ده تيك توكر أو يوتيوبر مثلا أو فيسبوكر أو الكلام ده كله. أيا كان الراجل، هو بيشتغل على أنهي منصة، أو بيشتغل محتوى إيه، أو بيعمل إيه، أو بيتكلم في إيه، أو عموما بيتصرف إزاي. أنت راجل دلوقتي واحد من الناس المحترمين المثقفين الكويسين. مش عايز أقول بقى أنت مثلا بتخصب يورانيوم، ولا أنت مثلا شغال في وكالة ناسا، ولا شغال في محطة الفضاء الدولية، ولا شغال في جوجل. يعني فاهم، انت مش انت اصلا بتعمل ايه، انت مش مهم. يعني انت اصلا كل اللي بتعمله دلوقتي انك انت قاعد ماسك تليفونك، فاتح الفيسبوك او فاتح تيك توك او فاتح يوتيوب، وعمال تتنقل ما بين كذا لكذا، ومش لاقي لك شغلانه تعملها، ومش لاقي لك اي حاجه اصلا تعملها غير انك انت مثلا تتفرج على الخلق، وعمال تتنمر وتقول على كل واحد انت كذا وكذا وكذا وكذا، وانت اصلا فيك العبر. يعني انت لو دورت على نفسك هتلاقي نفسك في الاخر على فكره والله فيك العبر، ومن ساسك لراسك انت غلطان ومنيل ب 60 نيله، وكلك اساسا بلاوي زرقاء. تمام؟ فانت مين حكمك على البني ادمين عشان تحكم عليهم وتتنمر عليهم وتتكلم في خلقهم؟ حتى يعني ربنا بيقول لك في القرآن الكريم يا سيدي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عينه بقى عامله ازاي، ودنه عامله ازاي، مناخيره عامله ازاي، بقه عامل ازاي، انت مالكش دعوه. انت مين عشان تحكم على البني ادمين يا سيدي؟ انت مين عشان تحكم على الناس؟ انت مين وكلك ومين عينك علشان تتكلم على الناس وتقول عليهم ما ليس فيهم؟ انت راجل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انت راجل دلوقتي مش عاجبك المحتوى اللي الراجل بيعمله ده، قول المحتوى ده مش عاجبني وسكرول اللي بالشاشه، ما تتفرجش عليه. اعمل له يا سيدي انفولو، ولو مش انت عامل له فولو اصلا خلاص اعمل له بلوك من عندك عشان ما يظهرش عندك تاني. فايا كان انت راجل عاجبك دلوقتي المحتوى اللي هو بيعمله او ما يعجبكش، ده ما يديكش الحق انك انت تتنمر على الراجل وتقول فيه ما ليس فيه. اذا كان ربنا الحمد لله خلقه كامل مكمل، انت تطلع مين يا ناقص يا ابن الناقصين علشان خاطر تقول عليه انه كذا وكذا 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 وكذا، او بسبب كل اللي حصل مننا ده. ايا كان المحتوى اللي بيقدمه حلو ولا مش حلو، ولا بنلبس 60 نيله. قلت لك من شويه دلوقتي مش عاجبك ما تتفرجش عليه، اعمل له انفولو، اعمل له بلوك، لكن ما تتنمرش عليه. ما تقولوش كلمه تجرحه في شكله او في اهله او في عرضه او ايا كان عموما اللي يخصه. اللي هو بيعمله مش عاجبك خلاص انت انتقد اللي بيعمله. انت المحتوى ده مش عاجبني يا عم غيره، اعمل حاجه مفيده، اعمل مش عارف ايه. يعني سمعوا كلمتين بالراحه كده، وانه المحتوى اللي انت بتعمله ده مش حلو ومش عاجب الناس، خلاص غيره. يا اما لو مش هيغيره وهو مصر على اللي بيعمله، الراجل تليفونه اللي في ايده شاريه بفلوسه، النت اللي بيطلع يصور بيه شاريه بفلوسه. يعني كل حاجه بيعملها عموما علشان خاطر يظهر لك انت هو دافع فيها فلوس. انت دلوقتي مش عايز تشوفه خلاص اقلبه، اعمل له بلوك، اعمل فيه كل حاجه، لكن انت تنتقد وتطلع تقول فيه ما ليس فيه، ده اللي مش مقبول. دور على نفسك الاول وراجع نفسك الاول وشوف فيك الاول الغلط وصلحه، وبعدين يبقى اطلع اتكلم على الناس. الراجل مات بالسكته القلبيه. انتوا متخيلين يا جدعان واحد في اواخر الثلاثينات ولا في اواخر العشرينات، في اول الثلاثينات او في اواخر العشرينات، يموت بالسكته القلبيه علشان خاطر الناس طلعت تتنمر على شكله اللي ربنا خلقه بيه كامل مكمل اساسا؟ قلنا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انت تطلع من يا ناقص علشان خاطر انا اسف في الكلمه، علشان خاطر تتنمر على خلقه ربنا، علشان خاطر تقول ان خلقه ربنا ناقصه وفيها مشكله. يعني يا مريض يا مريض يا ناقص، راجع نفسك الاول وشوف اللي فيك الاول وصلحه قبل ما تطلع تنتقد الناس. انتوا متخيلين ان واحد زي ده يموت بالسكته القلبيه وهو اصلا لسه مستقبله مش شايف فيه ايه ولا عارف فيه ايه، ولا لسه اصلا الراجل بيبتدي حياته؟ يعني الراجل لسه بيبتدي حياته، ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ان هو يعني انا واحد ناقص زيك يطلع يحكم عليه ولا يقول فيه انت كذا وكذا 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 وكذا، وهو ملوش ذنب في الكلام ده كله؟ وكمان ممكن يكون الكلام طال اهله. انتوا متخيلين احنا وصلنا لحد فين؟